السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بيتكرر كتير جدا الفترة الأخيرة، وهو ابني متأخر لغويا أعمل معاه إيه؟ ابني متأخر في الكلام أعمل معاه إيه؟ رقم واحد، لازم الطفل ده يروح حضانة. رقم اتنين، أي حاجة أشوفها قدامي أنطقها: تفاحة، بطيخة، عربية، كوباية، وأكررها كتير حتى لو ما كررش ورايا. رقم تلاتة، لازم الطفل يختلط. ما ينفعش الطفل يفضل محبوس، لازم انزله الشارع، لازم اوديه النادي، لازم اخليه يزور قرايبه، لازم اجيب له اطفال يلعب معاهم، اوديه عند العيال ولاد عمامه او ولاد اخواله يلعب معاهم، لازم يختلط عشان يتكلم. رقم أربعة، لازم أمنع عنه الإلكترونيات. الإلكترونيات ليها دور كبير جدا 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 في تأخر النمو اللغوي. الإلكترونيات ليها دور كبير جدا 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 في تشتت الانتباه. رقم خمسة، لازم يشتغل تخاطب وتخاطب مكثف. رقم ستة، لازم يبقى في تواصل بيني وبين الطفل، لازم اتكلم معاه كتير، لازم احكي له قصة، احفظه قرآن، اقرا له كسار الصور، اعلمه يكرر ورايا. رقم سبعة واهم حاجة، لازم اديله اوامر كتير. طول ما انا قاعد في البيت اقول له: هات المية، هات ازازة المية، هات التليفون، هات الريموت، هات الكوباية، هات الشبشب، اقلع، البس، وهكذا. فهيكرر زيي لما يعوز